السلام عليكم، مرحبا بكم. جينا نتحدث اليوم حول موضوع يخص الفاف أو الاتحاد الجزائري والكاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اللي راه ينظم في دورة جديدة أو كأس جديدة مسمى بالسوبر الإفريقي. فبالرغم من الشيتة الذهبية اللي دارها مسؤولو الاتحادية الجزائرية في الشان، ورحبوا بموتسيبي وكامل أعضاء الاتحاد الإفريقي، إلا أن الخير هذا ولا شر للجزائر. كيفاش الخير ولا شر؟ هذه المنافسة تضم أقوى الأندية في إفريقيا، من بينهم أندية مصرية وتونسية ومغربية، وغياب الأندية الجزائرية لماذا؟ لا أعلم. من بين الأندية الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد البيضاوي المغربي وسيمبا التنزاني وموزيمبي الكونغولي وحورية وبيترو أتلتيكو. يعني أغلب الأندية قوية، ولكن أين الأندية الجزائرية من كل هذا؟ شوفوا الناس القويين اللي داروا الأندية تاعهم ويفتخروا بهم. هنا تعرف بلي أعضاء الاتحاد الجزائري لكرة القدم ضعاف بزاف. زمن محمد روراوة نحن إليه الآن. حتى زتشي في الماضي القريب كان قوي على رأس الاتحادية الإفريقية، وجبنا لا كوب دافريك، وكان نشاط كبير في الاتحاد.